ازيكم يا جماعة، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. دايما حسام حسن الأسطورة اللي بتتحارب علشان بينجح. خلينا نتكلم بصراحة. ايه كل الهجوم اللي حاصل على حسام حسن ده؟ هجوم مش مفهوم ومش منطقي ومش مبرر خالص. احنا بنتكلم عن أسطورة كرة قدم، لاعب كتب تاريخ ومدرب استلم منتخب تايه وابتدى يرجعه للطريق الصحيح. حسام حسن صعد منتخب مصر لكأس العالم، وصعد منتخب مصر لكأس الأمم الإفريقية، وبيقدم أداء محترم جدا وثابت. انت دلوقتي ما تغلبش في ولا مباراة رسمية واحدة. طيب نسأل السؤال المهم، ايه اللي مطلوب من حسام حسن اكتر من كده؟ عايزينه يكسب كل ماتش 5-0 ولا يرضي الناس معينة، ولا يمشي على مزاج اصحاب المصالح؟ الحقيقة اللي محدش عايز يقولها ان في ناس مش عايزة منتخب مصر ينجح الا لو النجاح على مزاجهم. ناس اتعودت ان المنتخب يبقى ساحة لمصالح، وان الكراسي تفضل ثابته، واي حد جاي يشتغل بضمير ويتكلم بوضوح لازم يتحارب. حسام حسن مش مدرب صالونات، ولا بيعرف يجامل، ولا بيحب يمشي جنب الحيط. حسام حسن راجل صريح، بيشتغل وبيحب شغله، وبيحط مصلحة المنتخب فوق أي حدود. وده بالظبط اللي مخوف ناس كتير. هجوم عليه مش علشان النتائج، ولا علشان الأداء، ولا علشان الأرقام. الهجوم عليه علشان مش تابع ومش قابل يكون لعبة في إيد حد. واحب افكركم بحاجه مهمه جدا: منتخب مصر عمره ما نجح الا لما كان في حد عنده شخصيه قويه وقادر يقول لا، وقادر يحمي المنتخب من العبث. في الاخر المنتخب المصري اكبر من اي مصلحه، واكبر من اي اسماء، واكبر من اي حملات تشويه. ادعموا اللي بيشتغل مش اللي بيهدم، وسيبوا حسام حسن يكمل شغله. لان اللي جاي لو سيبناه يشتغل في هدوء هيكون احسن بكتير. وخليني اقول لكم حاجة مهمة جدا في التوقيت ده: منتخب مصر عنده مباراة مهمة جدا يوم الجمعة اللي جاية قدام جنوب افريقيا. ماتش مش سهل ومنافس عنيد جدا، ومحتاج دعم مش تشكيك. محتاج سند حقيقي مش هجوم. النهارده مش وقت تصفيق